السلام عليكم، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مطبخ كوندور. وش رايك يا شيف؟ الحمد لله. لاباس؟ مرحبا بك. الله يخليكي، انتم بخير؟ والله الحمد لله. قولي لي وش محضرتينا لليوم طبق جديد؟ اليوم غادي نديرو كيش، نقدروا نديرو وحده كبيره ونقدروا نديرو صغار. انا في رمضان نبغي صغار. طيب يكونوا سهلين صح؟ لا، وللأطفال كل واحد وللعائلة؟ حبة. أيوة ايوه صح ويجوا مع الشوربه والحريره. ان شاء الله نديرو اليوم وصفه شاي. إن شاء الله. ندق مع المكونات شيف، قولي لنا. أنا شايف المكونات كثار بزاف ما شاء الله. المكونات ينقسموا خوفتيني. لزوج: العجينه والحشو. أوكي. العجينه تاعنا ما نسحقوش فيها بزاف صالح، سهله. نسحقوا الفرينه 250 غرام فرينه و150 125 غرام تاع زبده. أوكي. وعندنا كاس حليب وندفور، يعني يكون دافي. نص الكمية. نص الكميه. وعندنا شويه ملح، وعندنا صفار بيضه واحده. أوكي. هاي بالنسبة للعجين. دوك الحشوة. الحشوة تتبدل على حسب مقدور الانسان وعلى حسب الذوق تاعه. انا اليوم غادي ندير لكم حشوه تاع السلق والكفته. يعني غادي ديرها انت احمد. انا كمان تخدمك اليوم تاني صح. غادي ندير يجي فيها البصل ويجي فيها الكفته ويجي فيها السلق، ملح حرور وشويه فرماج. هذا مكان. داكور. ومن بعد البيض والكريم فريش تكون اباري اللي نديروها مع التالي باش تشد لنا الحشوه باش كي تقطع ما يتفتتلكش، تكون حشوه شاده. اوكي. انا غادي نبدا يعني دوك خليني نعاود. انا نخدم لك البارتي تاع الحشوه، نخلي لك اياها البصله مع اللحمه والهذه والبيض والهذا من بعد اكيد نخلص نكمل. كي نبغوا نكملوا نديروا البيض. داكور يلا بسم الله نبداو. يلا تفضل احمد. هذا طبعا بلا نسوي البرودوي تاع كوندور اللي راح نخدم به. صح. غادي نخدموا به زوج خطرات، غادي نطحنوا به البصل والاباري تاعنا غادي نطلعوها بالفوي تاع الميكسور. بسم الله. شيف دوك انا كملت. دير البصل تاعنا بصح بالخوف طحنت. لا البرودوي تاع كوندور. وي دير البصل قليه. انا الحاجه الاولى اللي درتها درت الدهان مع الفرينه بسستهم غايه، ومن بعد نزيدوا شويه ملح وشويه سكر معاهم باش تحمر لنا في الفول. ومن بعد نزيدوا صفار بيضه ونليموا بالحليب. شوف وسخت ثيابي انا. خطره جاي نجيب لك طابليه. دروك احمد نبلعوا العجينه تاعنا ونخلوها ترتاح 25 دقيقه لو طون اللي يوجد الحشو ويبرد باش نقدروا نستعملوها وتكون ريحت شويه. اوكي. ودروك احمد غادي ندير انا لاباري تاعنا نوجدوها لو طون العجينه تريح والحشو راك دير فيه. نوجد لاباري تاعنا يجي فيها على حسب شحال عندهم بيض. هي في الوصفه الصحيحه في الحبه الكبيره يديروا 6 بيض مع الكريم فريش. بيضه كامله مش صفار بيض كامله. بيضه كامله بصح سا ديبون الواحد شحال زعما ماشي باش بالضروره يكونوا 6. يمكن اي حاجه اي حبه تكون عندك ديرهم 2 3 على حسب شحال عندك. اوكي. دوك انا نحط السلق صح؟ وحط السلق. اوكي. نزيدوا الكريم فريش. دروك هذه اباراي، كاين اللي يستخدم غير هذه وكاين اللي يزيد يقراطيني احمد بالله. ما شاء الله شفت الفانكشن تاعها عمليه جدا الصراحه.
الخلاط اليدوي تاع كوندور 3 في 1، مفرمة، خلاط يدوي وفوة، خفيف وسهل التحكم، بقوة 600 واط، 4 شفرات مقاومة للصدأ، إناء بسعة 700 ملي، تقدروا تحضروا فيه الشوربات، الصلصات والتحضيرات اليومية، عملي، سريع وفعال. مر ما ريحه العجينه تاعنا نحلوها احمد والمشاهدين تاعنا مش غير احمد، ونطبعوا بالطابع ونديروها في هذا ليمون تاع لي كيش، باش من بعد نطيبوها غير شويه ونديروا فيها لافارس ونورو لهم كيش نخدموها. دروك احمد طيبناهم شويه في الفور، ومن بعد دروك نديروا لافارس تاعنا ونديروا لاباري اللي طلعناها. تعاوني ولا لا؟ نعاونك، كان ما عندي حق على الاخر. نحوس ناكل. اوكي هاتي نشوف. قولي البركه شحال الكميه انا ندير؟ نوري لك وحده. هي سخونه ولا لا؟ لا خليها محطوطه. ماهيش سخونه. ماهيش سخونه؟ ماهيش سخونه. دير كميه مليحه، دير حبه تاعك عمرها. بعد تزيدي انت فوق. انا نزيد اوكي داكور. قلتي لي الكيش. صح. شوف وش يعني الكيش؟ الكيش يعني فطيره مالحه، هو الاصل تاعها فرنسي بصح اصل الاسم هو الماني. اوكي، يعني هو الطبق اصله فرنسي، من المطبخ الفرنسي. صح، مطبخ فرنسي بصح الاسم تاعه الماني. الماني. الكيش يعني الفطيره المالحه. يعني الفطيره المالحه. داكور. دوك واش نديرو شاف؟ دروك نديروهم في الفرن وين يطيبوا لنا ويحمروا ويكونوا واجدين ونقدموهم ان شاء الله في طاوله التقديم. ان شاء الله. استنى. كما درنا لكم اليوم الوصفه تاع لي كيش، ان شاء الله تكون عجبتك احمد. يعطيك الصحه والله، الشكل والريحه ما شاء الله. شكرا. يعني انا راني نستنى بركي يصير الاذان لحتى نجرب ان شاء الله. ان شاء الله تعجبك باذن الله. طبعا هذه الطبق حضرناه بمنتجات كوندور اللي بتكون موجوده على الكيو ار كود اللي موجود على الشاشه. ما عليكم غير تعملوا سكان، تشوفوا في متجر الكتروني بروكسيما وش كاين وش ما كاين وش عندنا حوايج جدد، اطلبوا وش تحبوا ويوصلكم لين الدار. ودوك يا شيف موعد السؤال اليومي. سؤالنا لليوم بيقول: ما هي أو ماذا تعني كلمة كيش؟ هو هذا السؤال نحن حكينا عنه في الفيديو، عليكم تحضروا الفيديو وتعرفوا شو السؤال. وصحفت لكم. صحفت لكم. Condor, prenez votre envol.